بالنسبه له ترند الترندات هيقتلوكم والامان حقيقي. انت بتفكري ترجعي؟ خبر حصري يا جماعه، الامان هنا نسبي. لسه امبارح كنا فيها في الطوارئ والله العظيم يا دوب هتعمل لنا اعمال يعني. بنشك في اي شخص ماشي قدامنا. مريم اديلها دلوقتي فوق السنه ما ظهرتش. ايوه طلعوا علينا اشاعات كتيره يا محمود. ايه الايجابيات اللي لقيتها في البرازيل وايه السلبيات؟ مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم يا جماعه؟ طبعا زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو احنا جبنا ميرال تلعب في هنا في البلاي اريا، وقلنا ان احنا نفضفض معاكم شويه ونتكلم معاكم عن الايجابيات اللي واجهتنا والسلبيات اللي واجهتنا في البرازيل طول مده 6 شهور. طبعا مريم خلف الكاميرا هتكون موجوده معانا. انا هنا انتوا فين؟ مريم هتكون موجوده معانا في الفيديو ده بصوتها، وحابين بقى ايه نعمل كده ايه حوار سريع واحنا قاعدين كده فاضيين مستنيين ميرال تخلص. لا يا عيني، لانه ميرال اكتر واحده اتبهدلت في البرازيل. صح، ميرال تعبت مننا اكتر جدا واحده جدا. يعني اللي يعني تعبته هنا ما تعبتوش من هي ولسه مولوده يعني. ده حقيقي مظبوط. يعني الفتره اللي فاتت هي في البرازيل هنا الاجواء هنا الجو غير مستقر بالمره. يوم احنا اول ما جينا كان اسبوع صيف واسبوع شتاء، كانت الدنيا حلوه وزي الفل. بعد كده بقى يوم صيف ويوم شتاء، قلنا مش مشكله تمام. لكن بعد كده مؤخرا بقى الوضع تطور ووصل لدرجه ان نفس اليوم بيبقى الصبح الصيف بعد الظهر الشتاء، بعد كده يرجع صيف، بعد كده يرجع بالليل شتاء. فاللي هو نظام احنا كده ايه بنتبستر زي لبن الحليب كده، واحنا ايه بنعمل له ايه عمليه الاستخراج بتاعته. فالجو بصراحه تعبنا جدا، كلنا تعبنا. تعبنا كتير كذا مره، مش مره واحده بس. يعني احنا بنتعب يعني على مدار 6 شهور تعبنا تقريبا حوالي 5 مرات او 6 مرات. لسه امبارح كنا فيها في الطوارئ والله العظيم يا دوب اول ما فاتت النهارده، اول ما فتحت عينيها قالت عايزه اروح البلاي اريا. رحت قلت اجيبها البلاي اريا تلعب شويه، واحنا ايه قلنا نسجل لكم الفيديو ده نديكم التجربه بتاعتنا او الخلاصه بتاعتنا على السريع كده. اكيد هيبقى في فيديوهات اكتر. عايزه اسالك يا عم، ساليني ايه الايجابيات اللي لقيتها في البرازيل وايه السلبيات؟ الايجابيات والسلبيات، ما احنا ده موضوع الفيديو كله في الايجابيات والسلبيات. أيوة. فاحنا ممكن نبدا بالايجابيات اللي احنا قابلناها. البرازيل دوله جميله، شعبها شعب لطيف جدا، شعب حبابي، شعب يعني مضياف وبيساعد الغريب، يعني بيحب الغريب جدا تمام، وبيتقبل الغريب جدا. نسبه ان هنا ما فيش حاجه اسمها عنصريه. يعني هنا في البرازيل ما فيش حاجه اسمها عنصريه. العنصريه هنا في البرازيل جريمه، حرفيا العنصريه هنا جريمه يعاقب عليها القانون. فدي حاجه حلوه جدا ان الناس متقبله بعضها، ثقافات مختلفه ومتداخله ببعضها من جميع انحاء العالم تمام، بيتجمعوا هنا مع بعضيهم. فعاملين تضارب في الثقافات ويعني تقابل في الثقافات حلو جدا، مطلع روح مجتمعيه ونغمه حلوه في المجتمع، فكله متقبل بعض. يعني صح. هنا اللي بطرحه غير زي وزي اللي شالح، زي ما فيش حد هنا له دعوه، محدش بيبص لحد، ما فيش حد بيبص لحد، كل واحد براحته، كل واحد يعيش حياته. مقارنة ما حدش بيبص لحد. نفس الشيء في الامارات، يعني في حريات في الامارات كمان، ما فيش حد بالظبط زي الامارات. ولكن هنا لو جينا قارنا ما بين الامارات، هنا الحريات اكتر من ناحيه ايه، من ناحيه التحرر. برضو الامارات لما نيجي نتكلم هنقول نعرف الامارات دوله عربيه مسلمه أكيد. تمام. ولكن هنا طبعا البرازيل دوله يعني اختلاف اديان فيها كتير تمام، والمسلمين اقليات. فتلاقي الانفتاح هنا اكتر يعني من دولنا العربيه. ده بالنسبه يعني دي ما اعرفش اذا كانت ايجابيه ولا سلبيه بالنسبه لكم تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه السلبيه بقى. السلبيات، ايوه السلبيات احنا قلنا الجو. بالنسبه للجو مش احسن حاجه. بالنسبه لي تاني الناس هنا يعني هاديين بطريقه جميله بطيئين جدا. يعني اللي هو نظام انت بص بقول لك ايه، اهدى كده كل حاجه هتتحل، اهدى وكل حاجه هتتحل. انت متعصب ليه؟ صح. ليه متعصب؟ معصب نفسك يعني لو ما وراك مشوار بالظبط، يعني اولع بجاز، ضيع يعني وقف مشاويرك كلها تمام. انت جاي النهارده عشان خاطر تقضي مصلحه تمام. فممكن نقول مثلا ايه، في شويه بيروقراطيه تمام، موجود في شويه بيروقراطيه، ولكن البيروقراطيه يعني ايه مدمجه بتكنولوجيا. فده اللي مخلي البيروقراطيه يعني ايه اكتر ثلاثه شويه من بلادنا، او البيروقراطيه اللي موجوده في بلادنا. انت مبسوط في قعدتك في البرازيل؟ والله بص اقول لك على حاجه، هي بس الحاجه الوحيده اللي احنا مفتقدينها، مفتقدين اهلنا،
لوحدينا عايشين. بس انت كده كده يا محمود مش عايش مع اهلك. ماشي، بس برضه يعني اهالينا لما يكونوا قريبين مننا لو وحشونا ممكن نسافر، لكن احنا دلوقتي فرق ما بيننا هو وبين الواحد 16 مش ساعة. الفكره، ايوه الفكره بتاعت 16 ساعه، مش احنا الفكره فرق بتاعت احنا اهلك. انت دايما اهلك مش موجودين، بس انك في بالظبط الامارات في دوله بالظبط عربيه، ناس تتكلم عربي، بالظبط الوضع اهلك مختلف. احنا فرق ما بيننا انا وبين كده كده اهلي نفس المسافه، من هنا 8 ساعات ومن الامارات 8 ساعات بالظبط، ولكن الفرق ما بيننا وما بين دلوقتي اقرب يابسه لاهلنا المحيط الاطلنطي، ارض المحيط الاطلنطي كله. تمام، فاللي هو نظام ممكن البعد برضو يكون ده حاجه سيئه. هو كمان عدم التعود. احنا اظن بالظبط الواحد لو اتعود، يعني لو قعد، يعني احنا اخر فتره ابتدينا نتعود شويه. بالظبط يعني اول ممكن. فتره كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا علينا، لدرجه ان مع احنا اننا كنا بنتنقل مقررين ان احنا عايزين ممكن نرجع يعني في اي لحظه كده، حتى شنطنا ما فتحناهاش لمده تقريبا 15 يوم ولا حاجه. صح، اللي هو مع نظام اللي كنا بنسمعه على البرازيل، بالظبط، اللي وكنا كنا الناس كلها بنسمعه موسوسانا هيقتلوكم والامان ومش عارف ايه فاهم؟ والكلام ده كله. احنا كنا بنطلع انا ومحمود فعليا بنشك في اي شخص ماشي قدامنا، بيجينا فيه شك، ده بالظبط، ده هيخطفنا ويودينا ويطلب فديه. ولكن الفكره الواحد انه اكتشف ان لا، الموضوع كل التصدير اللي متصدر لنا ده كل ده كلام فاضي. لا الدنيا امان، موبايلك في امان، في يعني في على اماكن امان، في اماكن مش امان، زي يعني كل معظم بلادنا زي ما انا قلت يعني. مش الامان هنا نسبي، تمام، ولكن في امان يعني من ناحيه امان، في مدن امان، في اماكن امان على حسب وضعك الاجتماعي اللي انت هتعيش فيه. يعني انت هتعيش فين، تمام، يعني هتعيش في مجتمع الناس اللي عايشه في مدينتي مش زي الناس اللي عايشه في السيده عائشه. صح بالظبط. فاللي هو نظام انت لو هتعيش في مدينتي غير ان انت هتعيش في السيده عائشه، هو ده نفس القصه ونفس الفكره يعني. اهم حاجه انك مبسوط مع الصعاب اللي عدينا عليهم. والله لا، الصعاب كانت يعني التحديات اللي كنا اللي خضنا فيها وما حبيناش ان احنا نتكلم فيها وما حبيناش ان احنا نذكرها، تمام. يعني حاولنا ان احنا نحجب شويه حاجات يعني لحياتنا الشخصيه وكده، ولكن الصعاب احنا مرينا بايام صعبه جدا، مرينا بايام صعبه جدا وقاسيه جدا، مرينا بظروف ومرينا بمغامرات عذاب كتير. يعني لو محتاج ان هو يتعمل في فيديوهات في اليوتيوب ماتيريال لوحده، كونتنت ما يخلصش مثلا في 15 20 احنا ما استغليناش الموضوع ده نهائي. ولا ما حبيناش ان احنا نستغل، استكفينا ان نخليها شخصيه بالزبط. اللي بيحصل معانا شخصي بالزبط. يعني بألمنا بفرحنا بكل حاجه. حبينا ان احنا نمنتج شويه من حياتنا وان احنا نخلي فيه خصوصيه لحياتنا في الفتره دي شويه، ولكن الفتره مليانه احداث ومليانه حاجات كتير جدا، مليانه مواضيع ومليانه قصص وي 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 وحاجات يعني لما بتكون يعني بتحصل لاي واحد صانع محتوى او يوتيوبر او انفلونسر مستحيل ما يعرضهاش. بالنسبه له ترند الترندات، ده بيخترعها عشان ده هو في ناس بتصنعها اصلا عشان خاطر تعمل فيديوهات، صح. ولكن احنا منتجنا كل ده. صح. بس فالحمد لله كواليس كانت كتيره وكبيره، كتير جدا يعني. لو احنا رافعين الكاميرا في الفتره دي كان الموضوع هتلاقي فيه حاجات كتير جدا وكواليس كتير جدا وخبايا كتير جدا، ولكن اللي هنقدر ان احنا نقول لكم او ان احنا نصرح عليه هنقوله لكم من خلال منصاتنا، مش من خلال اي حد تاني ومش على لسان اي حد تاني. يعني اللي اتقال عندنا في المنصات بتاعتنا او الخاصه بينا هو ده المصدر الموثوق الوحيد. اي مصدر تاني يعتبر مصدر اشاعي او حاجات زي كده. ايوه طلعوا علينا اشاعات كتيره يا محمود، كتير اللي بيقول التوك توك اللي جايبك للبرازيل وجاي عشان ايوه التيك توك هو الراعي الرسمي اللي جايبني البرازيل، ما اعرفش جايبك ليه يعني وجاي على قفا ما اعرفش مين، مفيش مشكله. احنا جايين بعرقنا الحمد لله. يعني الشقه والتعب كمان فلوسه حلوه. صح؟ طبعا فلوس الشقه حلوه لحد دلوقتي احنا بنشقى ونتعب يعني. فلوس الشقه بعيدا عن السوشيال ميديا. الناس قعدت تقول لك السوشيال ميديا وانت عايش من السوشيال ميديا والكلام ده كله. على فكره السوشيال ميديا قلتها مليون مره ان السوشيال ميديا بالنسبه لي ده اصغر مصدر رزق يكاد يكون لا يذكر، وانا مش معتمد عليه اصلا، لان هو بالنسبه لي
مش اكتر من ترفيه. لا ما يعني انا اقول لك النهايه بقى. ايوه ايه انا النهايه؟ قررت اشتغل في السوشيال ميديا. لا والله تشتغلي بالسوشيال ميديا؟ انا راجعه بقى. لا والله. أيوة. يا سلام. انا هرجع السوشيال ميديا خبر حصر يا اسيبها جماعه. شغلانه، ما الناس كلها مريم بتشتغل، بتقول لك وقفت عايزه عليا ترجع. انا. هي كل شويه اصلا تقول لي عايز ارجع وبعد كده اصلا ايوه بتصرف وقفت عليا ما اشتغلش في السوشيال ميديا. لا انا عايزه فلوس. انت عايزه فلوس؟ انا عايزه والله فلوس. والله صفحات عندك واديتها لك قبل كده. لا ما انا عايزه استفيد من اعملي اللي الصفحات انت اللي عاوزاه. عندي. ايه؟ انا ليه اقول دايما انا مش بشتغل؟ لا انا عايزه اشتغل. عايزه تشتغلي؟ أيوة. والله انا ما قررت. حرمتكيش من حاجه. انا جمعت افكاري، جمعت افكارك وجمعت يعني قعدت الفتره دي كلها وانا بفكر وانا بحسب حسابات الحياه كتيره. طلعتي بحاجه الحمد لله. ماشي محمود مش مخليني محتاجه حاجه في حياتي نهائي، يعني اي حاجه بينفذها الحمد لي. لله. بس برضو انا عايزه إيه؟ اشتغل. فعايزه ايوه اتحرر بآلية مدخولي الخاص، وده حاجه تبسطك انت مش تزعلك صح؟ ايه؟ ده حاجه تبسطك ان يكون ليا مدخول خاص. والله براحتك خالص جدا. يعني انا اللي قلت لك الصفحات عندك اهي، وعندك الدنيا وعندك كل حاجه، وانت براحتك. انت اللي قلت انا عايز ابطل وقلت لك براحتك، وبتقولي لي عايز ارجع وقلت لك براحتك. انت ما تقعديش تلعبي معايا حوريني يا تيتا. فايه تعالي سكه. وانتوا رايكم تمام؟ ايه طيب؟ مين اللي رايهم؟ الناس اللي بتشوفني. ايوه والله الناس بتحبك والناس كلها بتسال عليك، يعني اللي هو يعني رايكم اني اكون ارجع للسوشيال ميديا، بس المره دي هرجع بحاجات مختلفه وارجع. انت بتفكري صح فعلا ترجعي؟ لا والله. بس هرجع كبزنس. اصل البق ده سمعت كتير لا لو رجعت المره دي هرجع استخدمها كبزنس، مش هستخدمها كتسليه نهائي. ايه هو كايه كبزنس؟ السوشيال ميديا والله على حسب براحتك انت بقى. شوف خدت مننا وقت، خدت مني وقت عندك الناس اللي بتحبك، وعندك الناس اللي بتثق فيكي، وعندك الناس اللي بتقدرك. خدت مني وقت كتير، خدت مني مجهود، تعب، ليالي، سهر. ده حقيقي. الظروف اللي كنا مرين فيها، ومع كده كنا بنصور عشان نغير جو. التصوير كان بالنسبه لنا تغيير جو. تعبنا كتير والله، تعبنا كتير جدا على السوشيال ميديا وتعبنا فيها. ولكن الفكره كلها ان احنا مش واخدينها ككوميرشال. فمشكلتنا ان احنا مش واخدين السوشيال ميديا ككوميرشال، فيمكن هو ده اللي ايه مخلي التصنيف بتاعنا ان احنا تصنيفنا خارج الكوميرشال. ولكن الموضوع الكوميرشال احنا لو حبينا ان احنا نشتغل ككوميرشال، لا احنا لو اشتغلنا في كوميرشال هنقعد ناس كتير في البيت حرفيا يعني. ولكن الموضوع ليه؟ لان الكوميرشال اول حاجه فيه اساسه مصداقيه. تمام؟ فاحنا الحمد لله مصداقيتنا الناس كلها عارفه مصداقيتنا، وكل حاجه حصلت الفتره اللي فاتت احنا قفلنا ولمينا نفسنا واشترينا دماغنا. لما الناس قعدت تقول لك مش عارف كذا وكذا وكذا وكترت الاقاويل واشاعات، وقلنا لهم سلام عليكم، رحنا قفلنا الباب وقعدنا كده. ايه مريم اديلها دلوقتي فوق السنه ما ظهرتش على اي بلاتفورم في السوشيال ميديا. واي فيديو من الفيديوهات اللي انتم ممكن يكون ظهر لكم دي فيديوهات بتبقى معاده، بتبقى نزلت بيجيب لي تيك توك ان هو حدث حصل في نفس هذا اليوم وكلام من ده. فانا بايه بعمل ريبوست للفيديو. ولكن مريم دي لها تقريبا اكتر من سنه. فلو عايزه محمود انك تستمر يا النور قطع، نورنا كفايه. لو عايز يا محمود انك هنستمر في السوشيال ميديا، قراري ان احنا هنستخدمها ككوميرشال. اللي هي ايه؟ والله بص اقول لك على حاجه، يعني الموضوع ما يبقاش كوميرشال بحت. يعني هو الفكره كلها احنا برضو الكونتنت بتاعنا محتوى ترفيهي، انت فاهمه؟ فهو اللي يكون محتوى ترفيهي الى جانب الكوميرشال. ايوه كوميرشال. انت ازاي هتروح تاكل في مطعم وتدفع فلوس ويتسمى عليك انك اصلا عامل اعلان يعني مثلا، وصاحب المطعم نفسه بكره بيقول لك فين الفيديو ما نزلتوش، كانك ايه رايح واكل من ماله. اصل محمود ابن ناس وايده شبعانه، وبيشم ظهر ايده يشبع. شبعانين وكل حاجه الحمد لله. ولكن عشان كده الواحد بيخجل ان هو يتكلم مع الناس دي، او ان هو يتكلم في الكوميرشال. لان انا شايف ان موضوع الكوميرشال مش يعني دماغي مبدئيا ما فيش حد هيعرف يشتريها. فانا بقول بالنسبه لي لا، انا لما واحد بحبه انا بعمل له حاجه ببلاش، مش بتفرق معاه. ولكن انا لو دخلت في سوق الكوميرشال، تمام، في سوق الكوميرشال لا طبعا ده بيزنس في الاول وفي الاخر بيزنس. ولكن انا مش واخدها بيزنس، وعمري الاماكن اللي انا رحت فيها اخدت منها بيزنس. واتحدى واحد ممكن ان هو يطلع يقول ان هو قدر يشتري دماغ محمود الجاني او يدفع له فلوس. ده الكلام ده قبل الفيديو ده، تمام؟ ان واحد يقدر ان يقول لي مثلا محمود جه صور عندي وخد مني فلوس، او انا رحت صورت عند حد. ممكن انا بشتغل كوميرشال حاليا، او الفتره اللي فاتت بشتغل كوميرشال براندد بس.
يعني لو في براند معين مثلا اسامي تقيله واشتغلت معاها اعرفوا ان دي كوميرشال، دي اشتغلت معاها بكولابريشن كوميرشال. ولكن الاماكن اللي انا بروحها والاماكن والحاجات اللي انا بجربها والكلام ده كله، كل ده اوت اوف كوميرشال خالص. يعني الموضوع بالنسبه لي ترفيه وتسليه، اللي بيعجبني بصور له وبنزل له الفيديو بتاعه، واللي ما بيعجبنيش ناس كتير بصور لها وما بنزلهاش فيديوهاتها عشان خاطر المكان نفسه ما عجبنيش، لا. فانا مش عايز اوريه للمتابعين بتوعي. خلاص انت سيبك من ساحه الكوميرشال، خليني انا في الوش. فين في الكوميرشال؟ أنا- والله اعمل اللي انت عاوزاه. انا انا هشتغل، بالنسبه لي مش فارقه انا معايا. هشتغل صاحبه محتوى ومديره اعمالي. مديرة اعمال مين؟ عملنا يعني. هتعملي لنا اعمال يعني؟ والله والله الافيهات قلت بصراحه على القناه، والناس اتعودت على الافيهات بتاعتنا فاللي هو نظام معلش احنا اسفين. كنا بنعدي فتره انتقاليه قويه جدا الفتره اللي فاتت. يمكن بسبب ان هي يعني الصعب عدى شويه، ولسه حاليا دلوقتي برضو في شويه صعاب، تمام. ولكن ايه، ان شاء الله لما اتعودنا على نخلص من التحديات. كل ده ونخلص من كل الصعاب ونخلص من كل الظروف اللي احنا فيها باذن الله هنرجع لكم وهنقول لكم على انت ساره حقيقي انت بتفكري ترجعي؟ انا بفكر. لا والله. يا ست اهو. ايوه شفت يعني بقى بشاره حلوه. قال لي ارجعي. ارجعي ايه؟ النور عم انا موافق مش اني مصدق ارجع. لك لغايه دلوقتي اصلا. انا بتكلم بجد. ما اعرفش اذا كنت بتتكلمي جد ولا بتهزري. طب أنا مش وانت مصدقك. ايه ردة فعلك، مبسوط ولا زعلان؟ والله انا ما رفضتش قبل كده وما قلتلكيش قبل كده. احنا لما قعدنا مع بعض وتصافينا واتكلمنا حطينا النقط كلها على الحروف وقلت لك الموضوع براحتك. انا مش ده، انا مش هسمع لحد تاني. يعني انا قبل كده كنت بسمع تمام وداني كانت مفتوحه، دلوقتي انا سديت وداني الاثنين، حطيت سداده في وداني الاثنين. تمام. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه لو حابين ان احنا نتكلم لكم باستفاضه عن البرازيل والمعيشه في البرازيل بسلسله فيديوهات كامله ودسمه وفيها معلومات كافيه، اكتبوا لنا في التعليقات. او لو عندكم اسئله اكتبوا لنا في التعليقات الاسئله بتاعتكم عشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا نعمل لكم الفيديو الجاي مبني على الاسئله بتاعتكم. فمستنيين التعليقات بتاعتكم ان شاء الله، حطوها لنا. اي حاجه معلومات عن البرازيل حابين انتوا تسالوا فيها اكتبوا لنا تحت، اي شيء ايا كان هنشرح لكم بالاستفاضه باذن الله حسب ما انتوا حابين. احنا نقفل الفيديو بقى عشان اروح العب انا معاها قايمه اجهز نفسي بقى. جايزه ايه دي؟ اعمل خلاص نيولوك للرجوع. والكلام ده. اعمل نيولوك. عايز حاجه؟ لا الله يخليكي. مع السلامة. بنتك هيقعد معاها. ارجع لك بعد تروحي يومين تعملي بقى. نيولوك؟ ايوه اعمل نيولوك بقى عشان ايه؟ ده بتتكلم جد؟ انت بتتكلم ايوه جد؟ ايوه أنا بتكلم جد. والله على حسب براحتك. يلا عايز حاجه؟ لا ربنا تقول لهم يخليك. حاجه؟ يلا نشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي. باي.